بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة سنة 5. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في Lesson 2 الدرس الثاني من Unit 4 من الوحدة الرابعة. درس النهاردة بعنوان Amazing Helpers، مساعدين مدهشين. Water Buffalo، Water Buffalo، الجاموس المائي. Donkey، Donkey، حمار. Pigeon، Pigeon، حمامة. Falcon، Falcon، صقر. Gecko، Gecko، برص. Scrap beetle، Scrap beetle، خنفساء الجعران. Routes، Routes، طرق. Messenger، Messenger، رسول أو ناقل الرسائل. Ripe، Ripe، ناضج. Loads، Loads، أحمال. Supplies، Supplies، مؤن أو إمدادات. Active، Active، نشيط. Hunting، Hunting، صيد. Narrow، Narrow، ضيق. Waste، Waste، فضلات. Dates، Dates، بلح أو تمر. Rules، Rules، أدوار. Crops، Crops، محاصيل. Containers، Containers، أوعية أو حاويات. بعد كده عندنا تصريف الأفعال. Prepare، Prepared، Prepare، Prepared، يعد أو يجهز. Transport، Transported، Transport، Transported، ينقل. Damage، Damaged، Damage، Damaged، يدمر. Pull، Pulled، Pull، Pulled، يسحب أو يجر. ونكمل مع بعض ونبدأ بالديفينيشن التعريف. أول كلمة بنعرفها هي كلمة falcon، وفالكون يعني صقر. A fast bird، طائر سريع. that hunts animal in fields، الذي يصطاد الحيوانات في الحقول. donkey، وكلمة donkey معناها حمار. A hard working animal that carries heavy loads، يعني حيوان مجتهد بيعمل أعمال شاقة يعني. وكارز بيحمل heavy loads، أحمال ثقيلة. pigeon، وكلمة pigeon يعني حمامة. A bird that can find its way home، طائر ممكن يلاقي طريقه للمنزل أو لموطنه يعني. from far away، من مسافة بعيدة. gecko، وكلمة gecko يعني برص. a small lizard، سحلية صغيرة. that eat insects inside houses، التي تأكل الحشرات بداخل المنازل. scrap beetle، وscrap beetle معناها خنفساء الجعران. an insect that helps make soil better for plants، هي insect حشرة helps make soil better، بتساعد في تحسين التربة for plants، للنباتات. water buffalo، water buffalo يعني الجاموس المائي. a strong animal، هو حيوان قوي. that pulls plows on farms، الذي يجر المحاريث في المزارع. بعد كده عندنا نقاط هامة عن رصاص الاستماع والقراءة، وهنا هنتعلم أهم الأفكار والجمل اللي جت في درس النهاردة. يعني احنا بنعتبر الجمل دي ملخص للدرس. In Egypt، في مصر، many animals work hard، في حيوانات كتيرة بتشتغل باجتهاد وبتعمل عمل شاق. To help people in daily lives، علشان تساعد الناس في الحياة اليومية. Strong water buffaloes، الجاموس المائي القوي. Pull plows، بيجر المحاريث. Throw fields، عبر الحقول. Donkeys carry، والحمير بتحمل الأحمال الثقيلة. Throw
villages عبر القرى and to markets وإلى الأسواق. Pigeons have an important job as messengers. والحمام له دور مهم كناقل للرسائل. Falcons help farmers by hunting animals. والصقور بتساعد الفلاحين بإن هم يصطادوا الحيوانات that damage crops التي تدمر المحاصيل. Geckos climb on walls. يعني الأبراس بتتسلق على الحوائط and eat insects وبتاكل الحشرات. Scrap beetles work in the soil. وخنفساء الجعران بتعمل في التربة and break down waste وتحلل النفايات. بعد كده عندنا choose the correct answer. اختار الإجابة السليمة. Number 1. Pigeons can not messages for long distances. يعني الحمام يقدر يعمل إيه للرسائل لمسافات طويلة. تمام. carry وcarry يعني يحمل، يبقى pigeons can carry messages for long distances. الحمام يقدر يحمل الرسائل لمسافات طويلة. Number 2. Geckos climb walls. يعني الأبراس بتتسلق الحوائط. To eat علشان تاكل إيه؟ Very good. insects. وكلمة insects يعني الحشرات، يبقى geckos climb walls to eat insects. الأبراس بتتسلق الحوائط لكي تأكل الحشرات. Number 3. We picked the nut apples. احنا قطفنا التفاح الايه from the tree to eat. من الشجرة علشان ناكل. الحاجة اللي هناخدها من الشجرة علشان ناكلها أكيد مستوية. تمام. ripe. يبقى we picked the ripe apples. احنا قطفنا التفاح المستوي from the tree to eat. من الشجرة علشان ناكل. Number 4. The nut is an animal. الإيه هو حيوان that carries heavy things. اللي بيحمل أشياء ثقيلة and lives on farms. وبيعيش في المزارع. أسهل سؤال. donkey. أكيد كلنا عارفين، يبقى the donkey is an animal that carries heavy things. الحمار هو حيوان بيحمل الأشياء الثقيلة and lives on farms. وبيعيش في المزارع. Number 5. A nut is a fast bird. إيه هو طائر سريع that hunts animals in fields. الذي يصطاد الحيوانات في المزارع. طائر وسريع وبيصطاد حيوانات. تمام. falcon. كلمة falcon معناها صقر، يبقى a falcon يعني الصقر is a fast bird. هو طائر سريع that hunts animals in fields. اللي بيصطاد الحيوانات في المزارع.